يا روعة يا حبيبتي، انا مش عايز نفسك يبقى في اي حاجة. اي حاجة تطلبيها مهما كانت غالية من عينيا الاتنين. مش عايزك تحرمي نفسك من اي حاجة، من اي حاجة يا حبيبتي. حبيبي. اوعي، اوعي، اوعي تحرمي نفسك من اي حاجة. حبيبي ده انا ربنا حتى يخليك في ليا. فستان شفته ب10 تلاف جنيه، بجد؟ هجيبهولك في عيد ميلادي. آه. هي دي المفاجأة اللي انا محضرها لك. ايوه كده، انا افتكرتك ان انت هتنسى هدية عيد ميلادي. مش عايزة اي حاجة تاني؟ لا يا حبيبي ربنا اي يخليك ليا. حاجة. ربنا يخليك. طيب انا رايح بس مشوار كده اطمن على الشغل واجي. ماشي. يلا مع الف سلامة. باي. انا بقى اتنيل. القرف ده. اوه. يا حاج. ايه يا احمد، عامل ايه؟ اخبارك واخبار شغلك؟ انا كويس، طمني انت عليكم على العروسه الجديده عامله ايه؟ كويسة. كويسه. في حاجة ولا ايه؟ لا مفيش، اهم حاجه انت مبسوط يعني ومرتاح. كلامك انت اللي مش مريحني، انت بتحاسبني ولا حاجة؟ العروسة ومش العروسة، ايه اللي مضايقك؟ في حاجة مضايقاك ولا ايه؟ وشك مقلوب ليه عليا؟ لا لا مفيش. اه. اهم حاجه يكون انت مرتاح بس ومبسوط يا حاج. لا انا يهمني ان تكون انت مرتاح ومبسوط. عايز اي خدمة؟ لا عايز ما سلامتك. يهمكش، قول، ما تتكسفش. لا انا هتكسف من ابويا برضه. لو عايز اي خدمة، عايز اي فلوس، عايز اي حاجة، قول. لا لا ربنا ما يخليك يا تخافش، حاج. مفيش حاجة أثرت عليك. مفيش حاجة أثرت عليك. أنا رايح الشغل كده اطمن عليه. عايز حاجة؟ لا لا سلامتك. سلام. بس ما كنتش اعرف ان ابويا ذوقه عالي قوي كده. لو يعرف ينقي. هو انت عاوز ايه؟ متجوز واحده انا حتى ما اعرفش اتجوزها. خير. عاوز ايه وداخل ليه الاوضه عندي؟ والله انا جاي عشان مصلحتك، اطمني ابويا كده كده مش على الشغل. هتسمعيني بقى في الكلمتين اللي هقولهم، ولا هتاخدوهم من هنا وتطلعيهم من هنا عشان ما نحرقش ونضيع في وقت؟ كلمتين ايه؟ انا مش فاهمه انت عاوز ايه دلوقتي. طبعا واحده حلوه زيك، متجوزه واحد كبير في السن يعتبر رجل بره ورجل جوه، لا هيعرف يدلعها ولا يفسحها ولا يخرجها ولا يحقق لها كل اللي نفسها فيه. تقصد ايه باللي انت بتقوله ده؟ اقصد ان انا جاي اقول لك ان احنا نخلص من ابويا وتبقى لي انا، وكل حاجه يبقى بالنص. تخلص من ابوك؟ اه. ده ابوك. ما انا بقول لك اهو، عشان بصراحه كده انا من ساعه ما شفتك ودخلت البيت ده وانت داخله دماغي، ففكرت كتير اعملها ازاي اعملها ازاي، ما لقيتش غير حل واحد، ان احنا نخلص منه. عشان الورث. والله عشان الورث وعشانك. ها. وانا موافقه. ايوه كده تعجبيني لما تعرفي مصلحتك فين. اكيد دي فرصه عمري من انا ضيعها. طبعا بقى تسالي تقولي ازاي ومش ازاي، ازاي دي بقى بتاعتي انا. برضه عندك حق، انت شباب وبرضه عاجبني. خلاص، يبقى كده نخلص منه ونتجوز انا وانت. ايوه كده تعجبيني، وما تقلقيش الموضوع هيتم في اسرع وقت. يا زبالة، يا زبالة انتوا الاتنين. بقى بعد ما أحسنت إليكوا عايزين تخلصوا مني؟ بعد ما لميتك من الشوارع واتسطرت عليكي، بدل ما عيل هلفوت كان يضحك عليكي وعملتك واحدة ست محترمة، تيجي تعملي كده؟ عايزة تخونيني ومع الكلب ابني اللي أنا ما حرمتوش من أي حاجة. ايه يا عمده؟ ايه يا احمد؟ عامل ايه؟ الحمد لله، انت شرفت. خير يا عماد، بس ايه المقابله دي؟ مقابلة ايه يا عم احمد؟ انا عايز الفلوس بتاعتي. فين فلوسي؟ بص بقى يا عماد، اديني يومين ثلاثه بالكتير قوي، فلوسك هتاخدها وبزياده وفوقها بوسها يا عم. يومين ثلاثة؟ بالظبط، وهتاخدها كلها، مش هقول لك بقى خد مبلغ وبقى مبلغ والجو ده. كلها كلها؟ كلها يا عماد. انت هتورث ولا ايه؟ حاجه زي كده. شكلها تلعب معايا. ايه يا عماد، خلاص انت ليك فلوسك. بس خد في معلومك يا احمد، ان الفلوس ما جاتليش بعد يومين ثلاثة انا هرفع الشيكات اللي عليك. بقول لك ايه يا عماد، بعد كده انت اللي لما تحتاج فلوس هتبقى تكلمني. انا هقوم انا عشان انت بقى تفضل ماسك لي سيره الفلوس، مش هنعرف نقعد شويه. الواد الشكل هيورث ولا ايه؟ ولا ايه؟ وقعة حلوة باين عليه. اتفضل يا متر، اتفضل. الموضوع واقف على امضة احمد ابنك وامضتك، بس انت ليه بتعمل كده؟
بعمل كده بقى عشان في حاجات كتير قوي انا ما قلتها لكش. ده احمد جه اهو. تعالى يا احمد. ازيك يا استاذ احمد؟ ايه الاخبار؟ استاذ اسلام عامل ايه؟ تعالى يا احمد اقعد يا يابا حبيبي. عامل ايه؟ تعالى. انا عملت كل اللي انت عايزه. اوه. الموضوع واقف على امضتك انت والاستاذ احمد. هات يا سيدي. وادي امضتي. مبروك يا احمد. امضلنا يا سيدي هنا. باباك عمل تنازل عن كل ورثه ليك. مبروك مبروك عليك. يعني يابا ده تنازل بكل حقوقك ليا؟ كله. بعد اذنك امضي عشان اخد الورق بس اسجله. واي كلام تاني ما بينك وبين باباك بقى دوري انا كده خلص. تدوبهم يا ابني في عرق العافيه. تمام كده. خلاص يا استاذ علي. شكرين يا متر. مستنيك بكره في المكتب. ايه الشاي والقهوه لا كده؟ لا عشان مستعجل ولا. مبروك يا احمد. الله يبارك فيك. ها يا سيدي مبسوط يا عم؟ اديك خدت كل حاجه، كوشت على كل حاجه. طبعا مبسوط يابا، بس انا مش فاهم انت بتعمل ليه كده. بص بقى يا سيدي، انا هفهمك بقى بعمل كل ده ليه. انا يا ابني بوفر عليك انك انت تموتني وتروح السجن وتاخد اعدام، يعني بصراحه. بس لا 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 ما تخافش. ايه اللي بتقوله ده؟ لا لا انا بحمي يا تفهمني يا ما انتش غريب. انا بحمي نفسي من الندالة والخسة بتاعتك وبتاعت يا روعة. روعة تعالي يا حبيبتي. انت رجعت؟ في اني سمعت اتفاق الشياطين بتاعكم انتوا الاتنين عليا. لا 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 غلط. يا ستي، غلط ولا صح؟ انا على فكره بقى، على فكره يا علي، انت ظالمني. انا اصلا كنت جايه ان انا اقول لك ان ابنك عايز يخلص مني. لا على فكره بقى هي اللي اتفقت معايا على كده. بصوا بقى، لا لا بصوا بقى، انا قدام اتنين ظراف خفاف زي الملايكه، علشان كده اسمعي بس اطمني، ده اللي جاي انقع. انا كتبت له كل حاجه يدوبها في عرق العافيه. وسعادتك بقى يعني تكريما لاخلاقك الحلوه كده، احب ابشرك بشرى هتفرحك قوي. انت طالق بالثلاثه. طب وخدي حقوقك. ما هو انا كتبت له كل حاجه. ما انتوا مش انتوا متفقين انكم هتتجوزوا وانا سمعتكم. يلا بقى ايه، بدل ما ارميكم في كوم زباله، يلا يلا يلا. يا يابا انت لا ما انا هقول لك تعالى بقى، هكنسك على الزباله، من الزباله والى الزباله. يلا ما شفتش خلقتكم. يلا يا زباله يا المامه. دنيا غريبه غريبه صحيح. اتقي شر من احسنت اليه. يعني ابني ده انا عمري ما حشت عنه حاجه، عمري ما حرمته من حاجه. كل حاجه كنت بديها له. يعمل كده ليه؟ والبنت مرميه في الشارع ما حيلتهاش لقمه تاكلها ولا حاجه تسترها، خدتها سترتها. الاتنين اللي انا ضحيت عشانهم وعملت كل حاجه عشانهم عايزين يموتوني، عايزين يخلصوا مني. لا حول ولا قوه الا بالله.